يفكر لحد ما تخطر فكرة براسه، فيشوف باراشوت بالطيارة ويخلي الباراشوت على الدراجة ويخلي الدراجة تتحرك من خلال الهواء، لكن العطش يغلبهم، فريب يوقف الدراجة ويبقى يحفر بالأرض على مود يطلع المياه الجوفية، لكن هنا دوما يشوف نعامة وزين يبقى يشجعه على مود يروح يصطادها ويقدرون ياكلون من عندها، وبالفعل يبقى دوم يركض وراها، بس للأسف دوما يروح بمسار غير مسار النعامة، ونعرف انه هو راح للبيض مالتها، فيبقى ريب يستهزئ بدوما ويقول له زين انت ما راح تستفاد من عنده شيء، واذا وديته للغابة فبهاي الحالة ما راح يعيش. بهاي الاثناء ريب يسأل زين ويقول له انت ليا غابة رايح؟ فزين يطلع الخريطة وهي بيها تخطيطات وتأشير من بيتر قبل ما يموت، وهو مأشر على المكان اللي لقوا بيه دوما، وريب يقول له انه هذا المكان خطر كلش ويحذره انه ما يروح، لكن زين ما يهتم بالكلام وهو بقى مصر انه يروح للغابة. وبصباح اليوم الثاني زين يستخدم البوصلة بدون علم ريب ويعرف ان هم ما رايحين للغرب وانما رايحين بالاتجاه الجنوبي، وزين يشك بريب، فبعدها يبقون يمشون لحد ما يوصلون القرية مهجورة من سنوات طويلة، ويلقون بكل مكان هياكل عظمية للبشر والحيوان، وبهاي الاثناء يشوفون طيارة هليكوبتر قريبة عليهم، فريب يقول لزين انه لازم يقتلون باسرع وقت لانه هاي الطيارة تريد تقتلهم، ويقول له ان هم راح يسوون بينا مثل ما سووا سكان هاي المدينة، وفعلا يقتلون باحد المستودعات لحد ما تروح الطيارة، وبعدها نعرف انه اللي كان بالطيارة هي ام زين، وهي كانت تدور على ابنها، ولما يجي الليل يبقون يحجون ويا بعض، وزين يشوف ريب وهو دا يسوي سكينة حادة ويحس انه هو راح يسوي شيء خطر، لكن لما يجي صباح ثاني يوم يتحركون على مود يدورون على المي، وريب يشوف كهف ويدخل بيه، والكهف يكون تعبان فيوقع على ريب، ويروح زين على مود يساعده وبقى يحفر لحد ما طلع جزء من جسم ريب، وزين يفاجئ ويقول له انا ادري بيك انت تريد تسلمني للمدينة، فيقرر يعوفه ويروح، ويبقى زين يمشي بالصحراء هو ودوما لحد ما يوصلون النهر بين جبلين، فيقرر يرتاح بعد يوم طويل متعب جدا. وبثاني يوم زين يقرر يسوي عبارة من الخشب ويجمع الخشب حتى يقدر يعبرون بيه من النهر، ومن يخلص يحاول يخلي دوما يركب، بس دوما كان خايف كلش هواية، وبعد عدة محاولات قدر يقنع دوما، وبالفعل دوما يصعد بالعبارة، بس بنص النهر يشوفون التماسيح تجي باتجاههم ودوما يخاف، وبعدها يشوفون شلال منحدر مالته كلش قوي ويخافون كلش هواية، وبالفعل يوقعون بالمي، وتبدي كل التماسيح تتجمع وتنزل وراهم، بس لحسن حظهم يشوفون اليابسة ويروحون عليها وينقذون نفسهم، ويبقون يمشون مسافة طويلة لحد ما يسمعون صوت القطيع الثيران، وزين يختل بالمزرعة حتى القطيع ما يشوفه، فدوما يركض قدامهم على مود يبعدهم من زين، وبعدها دوما يختفي، ويبقى زين يدور عليه لكن ما يلقاه، ونشوف دوما هو واقع بمصيدة ومحبوس بيها، لكن لحد ما يجي الليل زين ما فقد الامل، وبقى يدور على دوما لكن بدون فايدة وما قدر يلقاه، بس هنا يشوف خنزير فيصعد للشجرة على مود الخنزير ما يشوفه ويبقى ثابت وما يتحرك، لكن بهاي الاثناء يجي عنكبوت ويمشي على راسه، وزين يخاف كلش هواية لان عباله دا يمشي على راسه عقرب، وبقى يركض وهو مرعوب، وهنا الخنزير ينتبه ويشوفه ويبقى يركض وراه، وبنهاية المطاف زين يوقع ويفقد الوعي، وبعد مرور ساعات بسيطة يقعد من النوم ويشوف دوما وريب، ويعرف انه ريب نقذه هو ودوما، وزين يحس بالندم لانه عاف ريب لما الكهف وقع عليه وبقى يتأسف من عنده، وريب يقول له انت كل شيء حكيته وتوقعته فهو صحيح، وانا كنت ناوي اوديك للمدينة واخذ المكافأة، فيبدا ريب يحكي قصته ويقول له انا عفت اهلي وعائلتي واصدقائي ورحت البلد على مود اشتغل واكون نفسي وتصير عندي فلوس هواية، لكن ما حد قبل يشغلني، ويقول له انا انجبرت اسرق وابيع المخدرات على مود احصل على الفلوس، ويقول له سويت كل شيء غير قانوني مقابل الفلوس، لكن بالاخير انسجنت، ولما طلعت من السجن انطيت وعد لنفسي ما ارجع للسجن مرة ثانية، فهنا زين ينقهر عليه ويتأثر بقصته، وبعدها صاروا اصدقاء وصار هدفهم واحد وان هم يرجعون دوما للغابة، وبثاني يوم قرروا يدربون دوما على صيد الحيوانات حتى من يروح للغابة يتأقلم وياهم، بس دوما يفشل لان هو ما متعود على الافتراس، ويبقون يمشون مسافة لحد ما يشوفون مجموعة من الناس وهم مسوين حفلة ويشوفون الاكل بكل مكان، وهم جوعانين كلش هواية لان يوم كامل هم مو ماكلين شيء، فيقررون يسرقون الاكل من عندهم ويخلون خطة، وهي انه زين يدخل عليهم على اساس انه اكو شيء عضه من بطنه، وبدت الناس تركض عليه وهم ما يعرفون ايش بيه، ولما يفتح القميص مالته تطلع حية سامة والكل يخاف ويطلعون يركضون من المكان، وهنا يفرغ المكان، فيجي ريب ويساعد زين ويبوقون الاكل، لكن بعدها يشوفون زورق ويصعدون
يستفيدون بيه. بهاي الاثناء زين ينطي كل فلوس الريب ويقول له هاي الفلوس مقابل تقديم المساعدة، ومقابل هذا الشيء ريب يقدم له احجار لقاهم بالكهف وهو ينطيها كذكرى له. ولما يطلعون من النهر بقوا يدورون على مكان مناسب لدوما، وبقوا يمشون لحد ما يوصلون لجثة حيوان ميت. ولما دوما يشوفها يروح على مود ياكل المتبقي من عندها، وهنا ريب قرب يم دوما على مود ياكل من الفريسة، لكن دوما يضوج ويعصب. فريب يقول له زين انه انت جيت لهذا السبب على مود تخلي دوما مفترس ويقدر يتعايش ويا الحيوانات المفترسة. وزين يقول له هاي كانت خطة ابوه، وبعدها يشوفون كهف ويقررون يباتون بيه. وريب يقول له زين انه لازم نلقى مكان مناسب لدوما باسرع وقت ممكن. فزين يقول له انه موت ابوه غير كل شيء، ويقول له انه لو هسه حي كان ما صار بيه كل هذا. وبصباح يوم جديد يوصلون للغابة، لكن يشوفون حشرات جاية باتجاههم. وريب يركض ويحاول يحمي زين من هاي الحشرات، فيخلي عليه قطعة قماش ويوقع فوقها حتى يحميه. وللاسف الحشرات تلدغ ريب وتأذيه من كل مكان. لكن بعدها يلاحظون انه اكو صوت اسود بالمنطقة اللي هم بيها، وهنا حالة الجو تسوء وبدا ينزل المطر بغزارة، وانجبروا يعلقون النار على مود الاسود تبتعد عنهم. بس هم ما يقدرون يشعلون الخشب لانه كان المطر منقعهم وما عندهم اي شيء ناشف. بهاي الاثناء ريب يطلع الفلوس ويضطر انه يحرقهن لان هن الشيء الوحيد الناشف عندهم. وفعلا بالاخير قدروا يعلقون النار، وبعدها ريب ينام لان هو كان بحاجة للراحة. بهاي الاثناء زين يشوف قرية، فقرر انه يعوف ريب نايم يم النار، وهو يروح على مود يستنجد بسكان القرية ويساعدوه حتى يقدرون ينقذون ريب. ولما يتحرك يشوف اسد يركض وراه، بس دوما يتدارك الموضوع ويجي ويلحق زين وينقذه من الاسد. وفعلا قدر زين يوصل للقرية ويطلب من عندهم المساعدة حتى يعالجون ريب، ويجون اهل القرية يم ريب وياخذونه وياهم ويعالجونه. وبنص الليل دوما يطلع على مود يستكشف المكان، فيسمع صوت فهد ويروح باتجاه الصوت ويشوف انه اكو فهد يشبهه، ويتبين انه هذا الفهد هو اخوه اللي تركه لما ماتت امه. وزين كان يشوف هذا المنظر قدامه ويتاثر به، وهنا قرر انه ينتظر ريب لحد ما يشفى وبعدها يرجع لامه. ويلاحظ انه القرية كلهم مجتمعين على ريب. بهاي الاثناء زين يكتشف انه سكان القرية هم عائلته، وهم لما سمعوا بخبر وجوده بالقرية كلهم فرحوا بيه لان هم كانوا منتظرين من فترة طويلة جدا. وبعد مرور الساعات ريب يقعد ويلقى زوجته واولاده يمه، ويعرف انه زين انقذه. وهنا ريب يعرف عائلته على زين. بهاي الاثناء يروح زين على مود يدور على دوما، ويشوفه هو دا يلعب ويا اخوه، ويعرف انه هو فرحان لانه رجع للغابة مالته ورجع لاحضان اخوه. فزين يصيحه ويروح عليه ويودعه، وهو انقهر وحزن كلش هوايه، وبقى يبكي عليه لانه دوما يذكره بابوه، وبقى يبكي بحرقه لما عرف انه هو بعد ما يشوفه مرة ثانية. وامه تعرف مكان زين بعد ما ساعدوها اهل القرية، وتجي عليه وتحضنه، وقدر ينفذ وصية ابوه. ولهنا